المشكلة لما بتسمع عن جريمة قتل أو أي حادث بيحصل بتقول بص للمتهم، شكله ملامحه إن هو سوابق. فإزاي الشخص ده كان ماشي معاه أو الواد ده كان ماشي مع زميله وهو شكله سوابق؟ دايما المجرمين شكلهم معروف. طب ركز في الشاب اللي قدامكوا ده، حرفيا زي ما بيتقال شاب زي الورد. تخيل إن ده هيعمل أبشع جريمة تتذكر على التاريخ. شاب يا دوبا لسه في مقتطف العشريناتي، في نهاية العشرينات كده عنده 28 27، يقرر ان هو ينتقم من شخص لمجرد ان في خلاف ما بينه وما بين الشخص ده. يقرر ان هو ينتقم منه، فينتقم منه في اولاده، ويقرر ان هو يخطط وينفذ كل ده لمجرد ان هم على خلاف. طب انت بتنتقم من شخص، ذنب اخوه ايه ان انت تاخد بنته معاه في الرجلين؟ تفاصيل هنشوفها مع بعض، بس في الاول صلوا على النبي. طبعا كلنا سمعنا عن قضية اللي حصلت برضو في المنوفية، مقتل 3 أطفال في بيت مهجور. إن هو شانقهم، القادر قدر إن هو يشنق 3 أطفال بدون رحمة، عمرهم من 3 سنين ل5 سنين. أصغر واحد 3 سنين، أكبر واحد 5 سنين، وفي بنت في النص عندها 4 سنين. إزاي تقدر إن أنت تعمل حاجة زي دي في أطفال؟ أثناء الواقعة كلها على بعضها إن كانت التلاتة في درس وخلصهم ومشوا مع بعض زي ما الصورة موضحة. اللي حصل إن الشخص جه من وراهم بعجلة وقال لهم تعالوا ورايا، ده أنا أجيب لكم شيبسي وكيك وحاجة حلوة كتير جدا ليكوا انتوا التلاتة. طب كنت روح بنت عمهم، انت قررت ان انت تنتقم من صديقك، فايه ذنب اخوه؟ ايه ذنب اخوه وكمان يتقهر قلبه على بنته؟ المهم ان العيال ما ادتش اخوانا التلاتة، لانهم عارفين فلان ده، وان هما كانوا بيدخل عندهم البيت وبيقعد يهزر معاهم وبيروح معاهم مشاوير، فالعيال ما ادتش خوانا تماما ليه. فقابلهم وهم خارجين من الدرس، وكان اصلا مستنيهم عند باب الدرس. واول ما خرجوا التلاتة اخد العجلة بتاعته وراح لهم وقال لهم تعالوا ورايا، جايب لكم حاجة حلوة وحاجات هتحبوها. فالتلاتة ما كذبوش خبر ومشوا وراه، زي ما انا قلت لكم ان هو يبقى صاحب باباهم والبنوتة يبقى صاحب عمها، وكان دايما بيهزر برضو مع باباها، وكان في كلام ما بينهم. فالتلاتة ما ادوش خوانة ومشوا وراه حرفيا لحد بيت جده المهجور. الولد كان عامل حسابه على انه مخطط للجريمة كلها وان هو ازاي هيخلص منهم. فخلاص التلات اطفال راحوا وراه عند بيت جده، اخدهم وطلع فوق وحصل اللي حصل. بعديها على طول بعد ساعة بالظبط الاهالي حست ان في حاجة غلط، والعيال مختفية ومتأخرة عن البيت ساعة، عارفين مواعيد ذهابهم للدرس ومواعيد رجوعهم من الدرس. فاللي حصل ان هم راحوا للمدرسة واتصلوا بيها، وبعد ما تواصلوا معاها قالوا لها فين الاولاد، قالت لهم ان التلاتة اخدوا الدرس ومشوا مع بعض زي كل مرة. فبدأت الدنيا تتقلب، الأهالي بيصوتوا بناتي فين، عيالي فين، إيه اللي حصل، إيه اللي جرى، والدنيا اتقلبت. المجرم من بجاحته ان هو كان بيدور معاهم وعامل نفسه غلبان، وانا هدور من الاتجاه ده وانتوا دوروا من الاتجاه ده، طب انا هفرغ الكاميرات، طب انا هشوف دي، طب انا هعمل دي، وربك يريد ان هو يقع في شر اعماله. واحدة من الموجودين بقت بتصرخ وتقول ده كان معاه الاطفال في اخر لحظة، انا شايفة الاطفال معاه اخر ظهور ليهم. فالولد اول ما سمع الكلام طلع هوب يا فكيك يجري، يعني ولا قدر يبرر لا ده انا كنت بشتري لهم، ده انا سبتهم، ده انا وديتهم، ده انا جبتهم. اول حاجة عملها ان هو طلع يجري، وعلى طول الكل والشارع كله بدأ يجري وراه، وبدأ ان هم يسألوه فين الاطفال. هو ما نطقش بأي حاجة، فاتصلوا بالشرطة، والشرطة اول ما جيت اخدتهم. اثناء التحقيقات اقروا اعترف بكل حاجة عملها، والابشع من كده ان هو طلع مجرم وسوابق وعنده قضية قتل قبل كده. وبسبب عدم إكفاء الأدلة أو كفاية الأدلة إن هو خرج من قضية القتل بتاعته، وإن هي ما اتثبتتش عليه وما اتحاسبش. وكل ده بسبب المحاميين عديم الأخلاق، محاميين أكالي اللحوم. المحامي اللي بيبقى عارف إن الشخص اللي قدامه مذنب وقاتل وعامل كل جرائم بشعة، ورغم كده إن هو يدافع عنه ويطلعه بسبب ثغرة صغيرة ممكن تكون في القضية.
فياخد مبلغ كبير لمجرد ان هو يخرجه من حبل المشنقة. فده اللي اكتشفناه اثناء التحقيقات. واثناء التحقيقات لما اتسأل على ال3 اطفال قال اللي حصل ان هو اتخانق مع صديقه فقرر ان هو ينتقم منه، وملقاش حاجة يوجع قلبه عليها وان هو ينتقم بيها غير اولاده. فاخد مفاتيح بيت جده القديم وراح جهز هناك الحاجة اللي هيشنق بيها ال3 اطفال بدون رحمة. يعني مفيش للحظة ضميره صحى قلبه وجعه ان اطفال من ناس بريئة ملهمش اي علاقة بخناقته ما بينه وما بين باباه. لا، هو راح جهز البيت، وبعد كده بدأ ان هو يجي يشتري عجلة، وبعديها بدأ يترصد لهم قدام الدرس، وبعد كده استدرجهم لحد البيت وبدأ ان هو يشنقهم. الفكرة هنا ان الام طالعة وبتقول انا نفسي افهم، بس انا نفسي اسأله سؤال، انت ازاي قدرت تسكتهم على ما تشنقهم واحد واحد؟ كنت حاطط لهم منوم في العصير ولا كنت عامل ايه؟ ده السؤال اللي هي نفسها تفهمه، لانها بتقول ان ازاي هو قدر يخلص من ال3 في وقت واحد ومن غير ما واحد فيهم يفكر يهرب او يصرخ او يحصل اي حاجة. ازاي قدرت تطلعهم ال3 للبيت فوق وهم وافقوا يطلعوا في بيت قديم ويكون شكله مرعب بالتفاصيل اللي اتعرضت لنا في الفيديوهات اثناء الصحافة ما كانت بتسجل معهم؟ الفكرة ان انا اصلا وانا بتفرج على الفيديو انا خفت من منظر البيت. المذيعة نفسها كانت خايفة وكانت بتصرخ وان هي خايفة تطلع وعمالة بتذكر قرآن كتير. هو ازاي جاله قلب يعمل حاجة زي دي؟ الفكرة ان هو اثناء ما اعترف عليهم وجم يجيبوا الاطفال من البيت جد المجرم، لقوا ان البنتين متوفيين ومرميين على الارض في الاوضه، والطفل التالت متعلق على مسمار من هدومه. يعني مش شنقه، لا، ده هو شنقه وبعد كده علقه على مسمار، كأن زي ما هو بيديهم دليل ازاي يتبعوا الخطوات عشان يوصلوا لجثمان الاطفال. جريمة في منتهى البشاعة. الفكرة ان الام بتقول انا مش عارفة ازاي قدر يسكت ال3. الفكرة ان انا ابني وبنتي مستحيل ان هم يهزروا مع حد لفترة ويبقوا ساكتين. يعني ابني لما بيجي يهزر مع جده اللي هو بيحبه ومتعلق بيه، اللي بيشيل اللقمة من بقه عشان يديهولهم، كان لما بيجي يهزر معاهم كانوا بيقعدوا يصرخهم وان هم مش حابين حد يلمسهم او يهزر معاهم. هم راحوا وراه بحسن نية ياخدوا الكيكة ويروحوا. فازاي قدرت تدخلهم البيت وتطلعهم فوق وتعمل الجريمة دي؟ الفكرة ان بقالنا فترة بنشوف الترندات في القواضي او في الحوادث اللي بتحصل بتبقى جاية من الأرياف، وبالذات المنوفية حصل فيها جرائم كتيرة جدا. فبجد حسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي بقت بتستحل الدم بعضهم لبعض بشكل بشع جدا. حسبي الله ونعم الوكيل. طبعا المتهم اتحبس على ذمة القضية 4 أيام، وبعديها 15 يوم بإذن الله، وبعديها ناخد الحكم بالإعدام، وما يظهرلوش أي محامي حقير إن هو يقدر يخرجه من القضية. أشوفكم في فيديو جديد، في أمان الله، مع السلامة.